قبل ما الفيديو ده يبدأ، لو انت داخل الامتحانات ومتوتر شوية ما تمشيش، عشان انت لو مشيت هتفضل فاكر ان المشكلة فيك وان انت اللي غلط. في فصل تاني اول كان في طالب دحيح جدا ومعروف انه ذكي جدا والناس كلها بتشيد بذكائه وبان هو مجتهد وبيذاكر كتير، بس للاسف دخل الامتحان ما جابش درجة كويسة خالص ولا الدرجة اللي هم كانوا متوقعينها خالص. بس في طالب معاه في نفس الفصل ومعروف ان هو متوسط، ما بيذاكرش كتير بس بيذاكر، متوسط الاجتهاد، بس دخل جاب درجة اعلى منه بكتير. ساعتها الناس كلها كانت مستغربه وقالوا ده ظلم، واكيد الراجل ده مظلوم ودوت برضه ظالم ان هو خد الدرجه ديت. لو انت فهمت كده فانت غلطان غلط كبير جدا، وده هفهمك دلوقتي ازاي. لعبه الامتحانات مش متوقفه على عامل واحد بس، متوقفه على كذا عامل. اول عامل واللي الدحيح كان احسن منه من المتوسط فيه، وهو عامل مهم جدا طبعا، وهو المذاكره والدراسه وان انت حافظ الحاجه المعموله او تذاكرها كويس. والعامل دوت مهم جدا بنسبه 60%. في عامل تاني هو ما كانش موجود عند الدحيح دوت بس كان موجود عند الراجل التاني، وهو الهدوء. انك تبقى مش قلقان، انك تبقى هادي وانت داخل الامتحان. دي ميزه وفي ناس كتير قوي مش بتعرف تعملها، حتى يبقى هو مذاكر جدا بس بيضيع كل تعبه عشان فقط اتوتر او اتضغط من الامتحان. لو حسبناها لقينا ان الدحيح كان معاه 60% بس من النجاح في الامتحان، اما التاني كان معاه جزء كبير من ال 60% حتى لو مش 60% كلها، وكان معاه كمان جزء ال 40% المهم جدا برضو، هو عدم التوتر والثقه في الامتحان والثقه في النفس. ده اتعلم حاجه، ده ما اتعلمهاش. ده عنده حاجه ان هو ما بيتوترش، ده عنده حاجه ان هو بيتوتر، ودي على فكره بتيجي بالتدريب اكتر ما بتيجي منها فهلوه كده. لا، الولد المتوسط كان عنده ميزه الولد الدحيح ما كانش عنده نفس الميزه ديت، وهي ايه؟ التوتر والقلق. ده كان عنده التوتر، ده ما كانش عنده التوتر، ده عنده هدوء. ودي طبعا حاجه بتتعلمها وبتكتسبها من الاخرين، وديت مش مجرد ان انت مولود بيها وفقط. فلو بصيت منها من نظره تانية هتلاقي ان ده مش مظلوم ولا ده ظالم، الاتنين في نفس المستوى وخدوا اللي يستحقوه بالظبط. فانت لو فاهم ان الامتحانات مجرد ان انت تذاكر وبس فانت غلطان غلط كبير. دلوقتي هقول لك ازاي تكتسب عدم القلق وانك تبقى هادي زي الراجل ده. اول حاجه واهم حاجه طبعا التدرب على الامتحانات، ده بيديك هدوء. ومش تدرب عادي، ما تخليكش ذكي انك تحل امتحانات وخلاص، تتدرب فيه في مكان عام. يعني مثلا تقعد في نص الصاله مثلا واهلك مشغلين ده وانت مش عارف ايه مش عارف ايه وكده، وتقعد تحل الامتحان. حتى لو حليت نص غلط عادي، بس انت بتدرب على الدوشه اهم من الايه. يعني انت لو لسه حتى مش متمكن في الامتحان قوي، تتعود على الدوشه، تعود ان انت عايز تحل وسط الزيطه دي. تحل ازاي؟ زي ضغط الامتحان بالظبط. امسك تايمر وقف بيه واعمل كل ده. طبعا انا مش بعمل اي حاجه من ده عشان نبقى صريحين في نفسنا، يعني انا بقول لك انت تعمل ايه. انا عن نفسي مولود واثق كده. بس كده. فيا رب لو استفدت تدوس لايك وتشترك، ويا رب تخش الجنه. وكمان الصراحه شوف الفيديو اللي فات علشان عايزين بقى